عدنا. انا نسيت كنا بنبدا ازاي. انا حاولت البس نفس الوانك بالظبط، حتى جبت بتاع واخد بالك كده اللي هو كاني محجب. المهم ان انت تكون هم مقتنع. نعملها موضه لا كله تمام زي الفل. حاولت الاقي اقرب لون موجود زي لونك. مساء الفل. ايوه، وحلقه جديده من تقييمات مساء الفل. ايوه بقى، وحلقه جديده من تقييمات الاكل. ساره فهمي، محمد حسين راشد. خرابي على اللقمه وحشتونا. وحشني اللايكات، وحشني الشير، إزاي؟ وحشني السبسكرايب، وحشني كومنتاتكم، وحشني كل حاجه، وحشني الاكل معاكم. بس عشان انا نبدا بس فاهم الناس يقول لك انتوا رحتوا فين، وكانوا بيخشوا لي في لايفات الكوره، واحنا رحنا فين. احنا تعرضنا لحادث أليم. كنت بتشوفي صح؟ ايوه. ساعدنا فيها الحقيقه باشمهندس احمد بتاع قناه رؤيا للمعلومات. الحقيقه ساعدنا مساعده جامده جدا. شكرا يا باشمهندس، والله انقذتنا. القناه كانت وقفت عليها الربح. غير كده بقى كمان القناه غالبا والله اعلم اتضربت ريبورت او حاجه، فوقف من عليها ما تقدرش تنزل كونتنت الا لو اتشال تاني. اصعب حاجه في حلقات الاكل ان انت فعلا بتبقى محتاج كل الفلوس اللي داخله لك من الكونتنت ده، لان انت بتشتري حاجات مثلا ب 500 600 جنيه عشان تعمل عنها بالزبط. حلقه. لكن مثلا في الكوره انت بتخش لي كتير في لايفات الكوره، في حلقات الكوره في الاخر المايك والاضاءه واحنا شغالين. لكن هنا انت بتجيب اكل كل مره، فبتحتاج فعلا الفلوس اتضربت وراحت علينا طبعا اللي كنا محوشينها. الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل. 140 دولار انا عايزهم. الحمد لله. عايزهم عشان ده فلوس دليفري انا دفعتهم، ولكن عوده حلوه، لايكات كبيره غليظه بقى، ولع الدنيا، لايكات سخنه نار موحوحه بسمسم، ولع. عايزين بقى حلقه العوده يعني تبقى مستاهله. محتاجين تشجيع جامد جدا على فتره بينا. الاحباط اللي احنا كنا فيها. ده التشجيع والمناسب. يلا بينا. النهارده احنا معانا حاجه غريبه طلبتوها كتير جدا، وبما ان احنا في الشتاوي. ايوه، وما احلى الشتاوي أيوة. يبقى بلبن. خرابي بقى اهو ارقص. كان مطلب جماهيري. ارقص. لازم احكي لك القصه والحدوته واحنا بنفتح كده ونطلع الحاجات. أيوة. طبعا احنا ضربنا ايس كريم عنده. ده مش هيستنى لغايه التصوير. احنا كنا زهقانين واحنا واقفين. احنا اشترينا المنتجات على مراحل يا جماعه. ازاي يا عم راشد اشتريت المنتجات على مراحل؟ انا اقول لك، في حاجات طلبناها ديليفري، وفي حاجات رحنا لغايه الفرع وجبناها لانها ما بتطلعش في الدليفري، وفي حاجات احنا اكلناها في المحل يعني عجبتنا قوي واكلناها. كان منهم الايس كريم. يا خرابي، كريب دبي. اتفرجي يا هانم، دوق يا حاج دوق. بص، اولا في حاجات منها بقالها عندنا في البيت يوم ويومين وثلاثه، وده على فكره اقوى اختبار ليهم، ان الحاجه بايته في الثلاجه بقالها يومين مثلا. في حاجات وفي حاجات جبناها النهارده، حاجات جبناها امبارح، حاجات جبناها من يومين، لان احنا جبناها على مراحل زي ما قلنا. احنا دوقنا اللي اسمه لهاليب وبحبح ده. يحيح لهاليب ويحيح. هو اسمه يحيح؟ ايوه. انا لو اعرف ما ادفعش فيه جنيه، نعرف فاكره بحبح كل ده. لا اسمه يحيح. ايوه. استغفرك واتوب اليك يا رب. طيب بص يا بيه، اولا انا ما باكلش حاجات حلوه كتير. لا بيكمل. لهيب ويحيح احنا جبناه. اوكي. واستغلنا انه في فرع فتح جنبنا اول جامعه الدول، فنزلنا انا ومحمد جبنا الحاجات اللي ما ينفعش تيجي ديليفري، لانه لهيب ويحيح جواه ايس كريم، فهم اي حاجه ايس كريم مش بيطلعوها من الفرع ديليفري والكلام ده كله، فكان لازم ننزل. فنزلنا وطبعا عرفنا انه كبيره 10 دقايق ربع ساعه لازم يكون متاكل. طبعا وصلنا البيت كله قدام المحل. ايوه. طب انا بيتي اهو قدام الفرع اهو، قال لي معايا كله هنا بس نقول لكم افتح بقك خد لهاليب وبحبح. انا كنت فاكره بحبح. اخس يحيح. 5 hours later. بقلب مفتوح. ايوه. اشرح لنا اللقمه السعيده اللي معانا، عشان انا سكري واطي اصلا دلوقتي، فعايز اكل. ربنا يستر. استر يا رب. كريب دبي، هبة دبي، كبسه يا عيني، سلانكاتيه، لا حول ولا قوه الا بالله، كشري، يا الله. ده غير اللهاليب وبحبح والايس كريم اللي كلناهم. ايوه يعني بس دول كمان وربنا يستر على سكر محمد، عشان كده ما جبناش حاجات كتير. واخد الدواء. ربنا يستر. اغلب الحاجات جبناها الشوكولاته، اللي انا بص بقى أيوة. شغل القشطوطه والممطوطه والحاجات اللي فيها قشطه وكريم والمانجا والحاجات دي محمد مش هياكلها. لا مريض نفسي، ما باكلش لا فاكهه ولا حاجات فيها. فاحنا جبنا كل الحاجات اللي فيها شوكولاته. اي حاجه فيها شوكولاته انا دايس في اي شوكولاته. يلا بسم الله. هتبتدي بايه؟ معانا 3 معالق 3 شوك. مش عارفه مين التالت اللي معانا، بس يلا. لا هم اكيد حسوا قال لك كميه ده اكيد مش كميه 2، كميه 6 انفار مش. طب خلينا نبدا انا مالي، هم اللي مسميين. والله كلمه عليك تندب جدا. معلش. هبة دبي. أيوة. انا هقول لك الاسعار وهكتب لك كل حاجه. هي بتيجي قطعه واحده زي ما حضرتك شايف كده بالصلاه على النبي. ايوه. هي عباره عن قطعه كيك. عايز اعصابك بقى في الحلقه دي تهدى معايا عشان انت اعصابك هتروح.
ساره عملت لي شاي بلبن، عملت شاي اخضر. ايوه بالظبط. اتفضلي. قطعه كيك تمام، كنافه بالبيستاشيو وشوكولاته. والشوكولاته ايه الشوكولاته دي افهاتنا احنا. يلا بسم الله عشان الناس بتشاركنا. يلا كفايه بقى ناكل، يلا كفايه. انا اول مره ادوق الحاجات دي يا جدعان، انا ما دوقتش عندهم غير الايس كريم والبحبح اللي لو كنت اعرف اسمه. يح اسكتي بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا نبدا. ده اسمه هبة دبي. ايوه بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولاد الذين انا خايفه، يا ولاد الذين انا خايفه انام واسيبك مع الحاجه دي. الحاجه دي لو ما طلعتش للقطه فريده بعد التصوير هي اصلا ما ينفعش تاكلها. دوق كده تاني، واحده كده كمان. واحده ايه؟ واحده اقل من 15 معلقه من كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقونا الحقونا بجد. مفيش حاجه محمد عجبته، وده ده خطر. عايز ده خطر. بق شاي بلبن وانت فاكرانا كده فصلت وراجع تاني. تاني ايه ده اعطيله. بسم الله. لا انا اول مره ادوقها دي حلوه قوي. حلوه قوي. ليه؟ انا خايف. ايه؟ اني خايف. لا ما بجد ما كويس. طب ندخل على الكريب. الكريب ايه؟ ندخل على الكريب. دي كده وبايته عندنا في الثلاجه بقالها يوم. دي كده. امال لو انا خايف. امال لو على السخن كده اني خايف. لا ما تخافش، خد معلقتك دي. حلوه قوي يا جماعه، دي حلوه حلاوه. بصوا انا ليه مش فارق لي بقى المره دي أيوة. اول مره اقول لك الاسعار، لان في الاخر دي حاجه اوبشنال، يعني بتعملها كل فتره كده. يعني بتجيب بلبن ده مره كل، يعني لو انت غاوي قوي هتجيبه ايه مره كل اسبوع، لكن عمرك ما هتجيب منه كل يوم. ده مقياسنا احنا يا محمد، ان احنا مش غاويين حلويات قوي انا وانت. لكن في ناس غاويه حلويات، وفي ناس ما بتعديش يوم غير لما تاكل حلويات. فات لما خلاص لفيت وخلاص كمل. انا وانت مش مقياس للناس، لان احنا ما بنحبش الحلويات قوي. ايوه صحيح. لكن في ناس ما بتعديش يوم غير لما تحلي. 5 minutes later. ادخل معايا على اللقمه القادمه. هبة دبي دي في الثلاجه ماده، بعد شويه هيغب عليه، بس بالليل بقى وانت نايمه. ما تيجي نخش على هذا البتاع اللي انا بقى قلقان منه بجد. ايوه اللي هو كشري حلو. شيلي لي بس الهبه دي هنا على جنب بس الدنيا تحلو ونسمي الله. كشري حلو ده كشري. والمفروض ان انت بقى اللي تقول لنا المكونات، والراجل قاعد يقول لنا في المحل بس احنا مش فاكرين حاجه. خش دوق على طول. انا طري قوي وجميل قوي. انا هبدا اجيب ايه كل الطبقات عشان ايه. ده في ساره، ده في كريم صح؟ في كريمه. يا الله، ما انا ما بحبش الكريم يا جدعان. كنافه كريسبي. ايه الانتاج الضعيف ده؟ يبقى ده انت كلتي قبليه اصلا؟ انت كلتي قبليه؟ ده ايه الجوع ده؟ بس يا اخي في كوره وقعت على المفرس. والله ما وحش، والله مش وحش. طبعا كده بدل محمد سكت يبقى مش عاجبه. لا بس الاولانيه احلى منه بكتير. اما اكيد طبعا. بعدين انا ما بحبش اي حاجه فيها كريم الا الشوكولاته اكتر. بس دي في ميزه حلوه. وفي بسكوت مثلا. في كريسبي مش بسكوت. او كريسبي. ما هو كريسبي ده معمول من ايه؟ مش عارف. بسكوت اكيد صح؟ لا، طبقات من الكريسبي. اشرحي لنا اللقمه اللي كلناها دي ايه عشان انا قلقان. كريمه كنافه بجد ولا أيوة. بيستاشيو زي دي؟ لا كنافه بجد، كنافه من غير بيستاشيو. يعني مش احسن تمام. مش عارفه كريم براوليه تقريبا. كريم ابيض وعليه نوتيلا من فوق او عليه شوكولاته من فوق بتاعتهم. بصوا هم حاجتهم بريميوم، حق الله حاجتهم بريميوم. وممكن دي تعجبك ودي ما تعجبكش، بس انا بصراحه واهم حاجه كانش لازم ابدا بدي. خطيره. ده اسمه ندم. ليه؟ ندم البدايات. لا مش ندم، بس عشان بدأنا بحاجة حلوة قوي. بس دي مش وحش يعني. كشري حلو ده لطيف، واعتقد ان السعر ما هوش مرعب يعني. لكن في الاخر اهو هي علبة برضو مقارنة بوشي. هي قد بص مقارنة بكوباية الشاي يعني. بصوا هي بيتي هي مش علبة. بصوا اهي انتهت. انا ايدي مش عملاقة، لكن في الاخر لطيفة. بس يمكن عشان الكريم، فانا يعني مش في الاخر بقى قيم. في الاخر غطي لي ده. ايوه عشان انا في حاجة هموت عليها. طيب كده. بق بقى نفصل. بق نفصل. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. شاي بلبن فظيع. عوامل الزوجة تسلم ايدك. شكرا. much later. نقي بقى. انا نقي بقى. عندك دلوقتي حاجتين، يعني عندك الكبسة وعندك السلنكتيه. وانا صدقيني لا عارف ده ايه ولا عارف ده ايه. فانا ايه حاجة على مزاجك بقى يا امور. يلا. انا هنقي الكبسة. ده حاجات من الجداد في بلبن. عايز ادوق. انا عايز الزوج. هي شكلها زي الاول يعني.
شبه علبه الكشري وده شبه البصل. يلا بسم الله. كريسبي، ده كريسبي. انا مش عارف انزل النزله دي فايه. اتفضل. هبدا اخد الايه كريسبي مع الشوكولاته. ايوه ابتدي بدايه. هنزل للاعماق عشان انا عايزه ايه اجيب كل المكونات. ايه ده فعلا تحت ايه ده؟ ايوه فيها الكيكه وفيها برضو الكنافه البيستاشيو دي تبقى حلوه دي اكيد خلاص طبعا. وفوق هم عاملين اللي هو الرز الكريسبي بس هو كريسبي يعني. قريبه من هبه دبي. عشان كده حلوه. يعني ممكن بقى اعمل حاجه للناس عايز اوريهم شكل يعني الحاجه مش عارفه تبقى باينه ولا لا. يعني الطبقات باينه بس طبعا عشان العلبه بتاعت بلبن لكن زي ما ساره قالت الكيكه وفيها دي ايس كريم ده ولا مش عارف وفيها بيستاشيو والكريسبي ده يا ساره ده رز ده ولا ايه؟ اشوف لا ده الكريسبي عادي اللي هو ده السكر الثاني يا ابني بسرعه. وصلنا للكيك الحمد لله. كيك صح؟ وصلنا للكيك. وصلنا للكيكه اللي تحت احلى من اللي فاتت بس برضه هي قريبه من هبه دبي ما عدا هي كل الفرق ما بينها وبين هبه دبي الكريسبي. كفايه. احنا قلنا لهم على تجربه الايس كريم بتاعنا اللي هناك وتجربه الهليب ويحيى دي قلنا عليها. الايس كريم بصراحه كان جامد قوي. انا انبسطت قوي من الايس كريم ما اعرفش ليه. انا بحب الايس كريم فانيليا عامل زي العيال الصغيره. احب اخد بوله ايس كريم فانيليا اقعد اكلها وبتاع. وزعلت قوي ان في بسكوت وانا ما اخترتش بسكوت. يعني لا انا بصراحه جبت اللي هو انا بحب اللي هو البيستاشيو مستكه. بحب البيستاشيو ومستكه. يا مزاجك يا اخي يا مزاجك. بس بصراحه ما حبيتش البيستاشيو عندهم قوي يعني ما حسيتش بطعم البيستاشيو قوي في الايس كريم بصراحه مع انه دبل سعر الايس كريم. يعني هو قال لي البوله مش عارف ب 20 تقريبا. قال لك سعرها اعلى من ال يعني فنفترض ان بوله الشوكولاته مثلا او الفانيليا ب 20 البيستاشيو ب 40 او 10 ودي 20. مش عايز اعدل شعري بص عشان تعرفوا ليه انا لابس البتاع غير الحجاب. يا جمال شعرك يا عم تنزل اكتب لي يا جمال شعرك يا عم راشد. ايه رايك؟ حلوه اكمل كده؟ ايوه بس راسي صغرت فجاه. ماشي مش مشكله. سكر ضرب في نافوخي خلاص. شو هقلع دي ناخد بقى. طيب يلا ننقذ ما يمكن انقاذه. يلا يا واقعين. شويه الحلقه دي خطر. حلقه خطر. One long angry line later. جمال وحلاوه. ندخل في اللي بعديه. اللي بعده يا باشا. انت وراكي حاجه؟ اللي بعده يا بيه. انا اللي ورايا شغل. ايوه انت وراك شغل. ما انا عشان كده ما انا يعني بخاف على شغلك ومواعيد شغلك. لو انت صايع ومركز مع لبسي ايوه قوي تقدر تعرف احنا بنصور الحلقه دي يوم ماتش ايه بالظبط. اديله انت فاهم. احنا كده دخلنا في ام خالد. لا ايه ده لا اله الا الله. السلنكتيه. ايوه سقسقنا الكشري بالامباليه وعملنا السلنكتيه. ورحمه امي انا لو قريت الحاجات دي ما كنا عملنا الحلقه. مش صح والله ما صح. يعني ايه سقسقنا الكشري بالامباليه وعملنا السلنكتيه؟ ما تلمي نفسك بقى. ما تلموا نفسيكوا بقى يا جدعان بقى. بس ما تنكرش الطعم حلو. ويحيح والقشطوطه وحاجات كلها الطعم حلو. مش تمام. الطعم حلو. اما دقناهاش. انكر بقى انكر في الحاجات التانية. ماشي ما اسمها كبسه. ايوه اسمها كشري. ايوه اسمها هبد ما اعرفش ايه هبه. يعني كنت قريتها هبه دبي. ايه هبه دبي يعني؟ ما اعرفش. يمكن رقم تليفون هبه دبي. ولاء السخنه. ده كده عقارات ده كده. لا هي مش عقارات بس انت عشان متربيه. يلا يا بيه بسم الله الرحمن الرحيم. شكله شوكولاته وكنافه عاديه مش بيستاشيو. كنافه اللي هي اللي متقطعه القطع دي. طب نوري الناس الاول. حاضر. ايوه قرب كده. ايوه اهو سكر ضارب في دماغي خاطر بالظبط جدا. عايز اوقف الحلقه على قد ما اقدر. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا صار. يلا. ايه ده الشوكولاته بتنزل. ايه الهزار ده؟ ايه ده؟ ايه الصوره ده؟ في ايه؟ في كريم برضو معلش بس اخره ايه يعني؟ كريمه والامباليه. يعني ايه امباليه؟ حاجه من يعني لا الامباليه ده حاجه من المهلبيه من الرز بلبن يعني كده. معلش يا ريتك ما قلتي لي مش عارف احطها بقى. لا كريم براوليه. كريمه. كداب بيروح جهنم. كريم. انا كداب. انا عمري كدبت عليك. ما تبلاش وش فينيسيوس جونيور ده بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. حدوق. خدي بقى معلقه عشان تدوقي معايا. انت بتتفرجي عليا ولا ايه؟ بجرب فيك. عامله سبسكرايب لمحمد حسين راشد اتفرج عليه وهو بياكل. كل يا ماما معايا. انت بجرب خضار وخس وحاجات كده غريبه. بسم الله. انا بالنسبه لي مش حلو قوي. تصدقوا تؤمني بالله مش وحش.
يعني بس انا بالنسبه لي مش حلو. بس هو الكريم الملظلظ اللي تحت ده غريب بالنسبه لي، يمكن ده محب للناس. انا كل ما هو مقرمش واسود انا بالنسبه لي تمام. شوكولاتات اديني في دارك شوكليت، شوكولاته هيزل نوت، حتى الكندر لو اتحطت كنافه، حاجات بني حاجات سودة حاجات غامقه انا جاهز. لكن تديني ابيضات وملظلظات مش احسن حاجه السلنكه كده. ايوه بس احسن من حاجات تانية وهقول في اخر التقييم. انت تاخدي معلقه تانية ولا نفصل؟ لا ما يستاهلش اكتر من كده. ناخد بقى ما يستاهلش اكتر من دقيقتين. ما يستاهلش اكتر من دقيقتين في الحلقه. بسم الله. خش على اللي بعده. ايوه شعري رائع، انا زرعت انا زي محمد صلاح زرعت شعري. 7 hours later. نقول حاجه بما يرضي الله. اتفضل. تجربه تستاهل، وانا اقسم بالله لم اكن اتوقع في يوم ان انا اعمل حلقه بلبن. أيوة. لان انا مش بتاع حلويات بالظبط. بس لازم اقول لك ميرسي ان جبت حاجات كلها ليها علاقه بالشوكولاته. اهلا وسهلا عليكم، ازيك يا حاج؟ اسمه كريب دبي. اوريك الصوره كده. ايوه بيقول لك من دنيا حلوه. يعني ايه كريب دبي؟ برضه من الحاجات الجديده ده. ايوه وهو كريب المفروض انه كريب، ولكن بص الشكل برضه يا جماعه، الاشكال عندهم تفتح النفس بصراحه. والله العظيم الوقفه في المحل عندهم تفتح النفس. انا واقف مش عايز امشي. فتشوكه بقى المره دي. ما تيجي نقول للناس بقى واحنا بناكل الكريب في ختاميه الحلقه كده تجربه الشراء من المطعم، عشان الناس بتخاف يقول لك ده بيبقى قدامه ناس كتير واعداد رهيبه. احنا يعني بالنسبه لنا احنا بصراحه احنا اولا رحنا بالليل، ده بيبقى زحمه بالليل. ثانيا الفرع اللي احنا رحناه ده لسه جديد، ما فيهوش ديليفري حتى. يعني ما نقدرش ان احنا نقول للناس يعني ان هو مش طوابير والحاجات دي، لان هي لسه حاجه زي اللي هو سوفت اوبننج مثلا. لكن ما كانش فاضي يعني، كان لا كان مسحوم سنه. يعني انا وقفت طابور مثلا 5-6 انفار بصراحه، بس مش طابور من اللي بنشوفه ده اللي فيه 100 واحد والحاجات دي. لكن لا والله الوقفه في المحل هم بيعملوا الحاجه، هم بيقلبوا الهليب واللي مش هقول نص اسمه التاني ده بيعملوه في عيش كده كانه كايزر. خلينا اشرحه لك لو انت ما اكلتوش. وهو بولة ايس كريم، هو عباره عن كانها بولة ايس كريم بيحطها جوه عيش شبه الكايزر وبيضغطها كده بحاجه حلوه حلاوه مش طبيعيه. وعايزين نقول احنا كل واحد جاب بطعم ايه. انا جبت فانيلا. لا انت جبت شوكليت. ده في الهليب. انا فاكر الايس كريم فانيلا. لا اما الايس كريم خلاص احنا قلنا. وانا جبت بحب اللي هي الزبادي التوت، بس ما طلعش احسن حاجه بصراحه في الموضوع بتاع العيش او الكونسبت بتاع الهليبو يحيح يعني. اسمه لهليبو بس. اوكي. البتاع مش عايزه تتقطع بقالها 40 دقيقه. معلش احنا قلنا على فكره ان هو عندنا بقاله يوم في الثلاجه فعادي. يعني ممكن يكون الحاجه ايه ده ده شابوه والله اللي بلبن، ان الحاجه بايته في الثلاجه وبالطعام والحلاوه دي كانت معموله بس دلوقتي. اعتقد كريب كان غلط ان احنا يعني نبيته في الثلاجه، وكريب حلو ان هو يتاكل. انا بحب لا مؤاخذه، انا بحب الحاجات الحلوه ساقعه. حلو فشخ. حلو قوي. ده كريب بايت في الثلاجه من امبارح. ده بهدلت لايكات للمحل ابو لبن مين؟ عثمان ابو لبن. ده السكر ضرب في العيله. لا يا الله. الحاجه شابو. الحاجه دي على المكتب، دافع على المكتب. لازم القطه فريده تدوق، بس ممكن يحصل لها حاجه. لا نغسل ايدينا وبقنا كده ونيجي بقى نحكي عن التجربه الكامله وتقييم شامل سريع للتجربه. 2 hours later. كوبايه هتتقلب بالمسح. لا ينصح به مرضى السكر اللي زي حالاتي طبعا، يعني ربنا يشفي الجميع ويسترها على الجميع. ولكن تجربه بلبن السكر ايه اولا بصراحه؟ لا بصراحه قولي الحق، انا بصراحه لما كنت بشوف الاعلانات وحاجات بتتحط على بعض والكلام ده كله، انا واحده برضو مش غاويه سكر كتير. وانا كمان ماليش في الحلويات قوي، باخد حاجات بسيطه كده وعلى فترات. فكنت بجزع من فكره الاعلان، بس ان انا اشوف مش عارفه حاجات بتتحط على بعض وكنافه على مش عارفه على شوكولاته على بيستاشيو وعلى مانجا على. انت عارفه ان الناس بيعملين في فيديو مهم قوي دايما بيطلع لي ريل تريقه، يقول لك لما تاكل من بلبن جايبين حاطين بيستاشيو على الترابيزه بعد كده بيستاشيو على ايده. هو طبعا ده هدر نعمه وده حرام، لكن انا اقصد ايه للدرجه دي الموضوع عند الناس؟ لا هو بصراحه ما بيعملش الهب، ما بيأفورش كده بصراحه. يمكن بيأفور في الاعلان، ويمكن دي غلطه عنده يعني. لا مش غلطه، هو بس هو بيشدك يعني بصراحه. ما هو الاعلان ايه الغرض منه يا محمد؟ ما هو عشان يشدك، عشان يخليك يجذبك. فالناس اللي هينجذبوا اللي هم بيموتوا في الحلويات، اللي ما عندهمش مشكله زي ما احنا قلنا انه ياكل حاجه حلوه كل يوم، ممكن كذا مره في اليوم. انا عندي واحد صاحبي حبيبي يعني وبيتفرج علينا، يعني حد من صحابي كان دايما يقول لك انا باكل نص بطن، فليه يا ابني؟ قال عشان النص التاني بحلي حلويات. بالنسبه له الحلويات دي بعد لا يعني مينيمم مره في اليوم على الاقل
مره بعد الغداء هياكل مثلا حته بسبوسه حلوه بصراحه حته كنافه بالمش عارف ايه. اكتر حاجه عجبتك فيه باختصار كده احنا جبنا ايه؟ احنا جبنا هبه دبي وجبنا كشري حلو. ايوه بترتيب التصوير كمان جبنا الكبسه وجبنا السلانكاتيه وجبنا الكريب دبي. اكتر حاجه شدتك فيهم ايه؟ مش شدتني، اكتر حاجه حلوه بالنسبه لي اولا ان هم لو اتكلمنا على الكل فهو السكر حلو جدا ما بيجزعش، فيخليك ان انت مستمتع ممكن تاكل كتير بالظبط. صح، وده خطر برضه. خطر. انا بالنسبه لي رقم 1 بصراحه هبه دبي. انا كمان موافق معاك. بعديها كريب دبي برضو. انا كمان برافو عليك، انا زيك والكبسه. تجربه بشكل عام تجربه جيده جدا، حلوه جدا، ايا كان هو فاتح في بلدك اللي انت تتفرج عليها او لا، لانه فاتح في بلاد كتير. انزل اخرهم المغرب. انزل خد لك تجربه بلبن صايع وحاجته حلوه. مش لازم تجرب كل الحاجات الجديده بصراحه، مش لازم يعني يكون كل الحاجات اللي هو عنده هتعجبك. ممكن تلاقي حاجه حلوه. مثلا انا بدات قلت له عايز بولت ايس كريم، واحنا كنا عارفين ان احنا هنصور الحلقه ونازلين وجايبين حاجات دليفري جايه لنا على البيت ونزلنا جبنا الباقي ويعني بصراحه عجبني الايس كريم جدا. واللي هليبه ده عجبني جدا، مع انه ما عجبش بقى ساره لان بس الطعم ما عجبهاش. والحاجات في حاجات حلوه هي وحاجات لا بصراحه. يعني بجد تجربه حلوه. انا مبسوطه منها جدا. يا رب تكونوا انتوا انبسطتوا بقى بالحلقه. ايوه تقييم بقى للتجربه كامله بالايس كريم بالبحبح بكل حاجه. بحبح 1 2 3 8. اوكي حلو مش بعيد. انا بس عشان في حاجات ما عجبتنيش، انا عشان الكريمه لا والله لا، في حاجات ما بحبهاش انا في يعني الكريمات والحاجات دي. المايك وقع. لا ركب مايكك تاني او امسكه بايدك. خلاص هنقفل الحلقه خلاص. ايوه كده مش تعمل كده. هو انا يا باشا هعمل زيك ولا يهمك اهو. ايوه يا رب الحلقه تكون عجبتكم يا جماعه. حلقه جديده من تقييمات الاكل ويكون عوده لينا حلوه بالنسبه لكم. ايوه بالظبط. وان شاء الله ان شاء الله باذن الله ما نغيبش عنكم تاني. ان شاء الله باذن الله مش هنغيب. ايوه. ولو عايزين اي تقييم لاي محل او اقتراح قولوا لنا في الكومنتات. اكتب الحاجه اللي نفسك فيها بسرعه. انزل ادينا لايك كبير غليظ والع سخن. ايوه رقم رهيب بقى من اللايكات. ايه الصوت ده فيه ايه؟ ده ASMR. بص هتلاقي هنا 2 انستجرام بيجروا. اوعى جريوا خلاص. اشوفكم الحلقه الجايه. ساره فهمي، محمد حسين راشد، ليلتكم زي العسل. باي باي. باي باي.